صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في قناتكم وصفات أم خليل. اليوم كيف كتشاهدوا معنا نحضر معكم كعك وجدي بمقادير اللي هي بسيطة وحاولت نبسطها، وأيضا بطريقة اللي حاولت نبسطها باش هكذا الكل يقدر يصاوب الكعك يعني بطريقة احترافية. وايضا للمبتدئات فهو كيجي ناجح 100%. فكيف كتشاهدوا كيجي اللون ديالو ذهبي ولامع. فبلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للنواشف او الزرارع فعندنا هنايا كاس ديال الجنجلان يكون محمر، فكناخذوا النص كنطحنوه والنص كنخليوه بلا طحين. عندنا 2 معالق كبار ديال النافع مطحونين، 2 معالق ديال حبه حلاوه ايضا مطحونه النافع واليانسون. كناخذوا معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال النافع، كنديروا فيهم كاس ديال العنبه، كنخليهم كيطبخوا واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنصفيوهم هكذا في كاس اللي كنضيفوا ليه نصف ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وايضا ملعقه صغيره ديال سكر سنيده حبيبات. فكنخلطوا مزيان وكنخليوه على جنب. كندوزو الان نحضروا الكعك ديالنا اللي كنحتاجو فيه 2 كؤوس ونصف ديال السكر سنيده بعبار كاس العنبه. كنستعملوا ايضا 2 كؤوس ديال الزيت النباتيه. كنستعملوا 3 ديال البيضات، وكنطربوا مزيان بحال هكا حتى كينسجم لنا الخليط. كنضيفوا داك الخميره ديالنا او داك الماء المنسم ديال النافع وحبه حلاوه. كنضيفوا ربع كاس ديال الماء زهر فقط للتنسيم، ربع كاس اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه. وكنضيفوا الزرارع ديالنا، كنخلطوا مزيان وكنبداو في اضافه الدقيق. فهنا الدقيق مانيش يعني ما غاديش نقدر نقول لكم الكميه نظرا الحجم ديال البيض كيبقى صغير ولا كبير، وايضا النوعيه ديال الدقيق كاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش. فهنا كنضيفوا الدقيق حتى كنتحصلوا على عجينه اللي هي متماسكه رخوه ماشي قاصحه. هنا كنضيفوا 2 ديال الساشيات ديال الخميره الكيماويه او الخميره ديال الحلويات. وهذا الكعك ديالنا ما كيحتاجش للدليك، فحنا كنبقاو مستمرين كنضيفوا الطحين وكنخدموا هكذا بيدينا باش تجانس لنا العناصر ويدخل لنا الطحين. فكنبقاو مستمرين هكذا حتى كنتحصلوا على واحد العجينه كيف قلت اللي هي ملساء ورخوه، ما خصهاش تكون قاصحه. فكنختبروها فاش يعني كنحربلوها كتحربل معنا دغيا، فهكذا كتكون العجينه ديالنا واجده. كان ضروري كنغطيوها بسلوفان باش ما كتنشفش معنا. كنبقاو كناخذوا بالقطعه وكنحربلوها هكذا طويله، فما كنحتاجوش الماكينه، يعني هكذا كنخدموه بيدنا وكنخدموه ساهل، ويعني كنخدموا كميات كبيره في وقت وجيز. كناخذوا القطعه الاولى اللي نكون حربلناها كنقطعوها لقطع صغار، ودوك القطع الصغار كنبقاو كنحربلوهم بهم غادي نكونوا الكعك ديالنا. فهنا بالنسبه للحجم فمن الافضل ما ديروش الكعك يكون كبير لانه كيجي المنظر ديالو ما كيجيش زوين في المنظر، وكنفضل انه عاود ما كيكونش صغير بزاف كيجي ايضا المنظر ديالو خايب. فانا هنا الكعك ديالي كندير فيه 13 شرطه بالموس ومن بعد كنبلعها يعني هكذا حتى بالحساب باش كيجيكم الحبات ديال الكعك كيجيوكم متساويين كاملين، يعني كتجي الحبه كيف اختها كيجيو بنفس العبار. فهو ساهل يعني في الطريقه ديالو باش كنصاوبوه، يعني كنحربلو هكذا حتى كنوصلوا ما كنرققوش بزاف، كنوصلوا لهاد
يعني لهذا السمك هذا. ومن بعد كنبقاو كنشرطوه بالموس كيف قلت لكم انا كنحسب 13 شرطه، ومن بعد كنقطع باش هكذا كتجيني الكعكه ما هي صغيره ما هي كبيره. فكيف كتشاهدوا هذا هو الشكل اللي كتحصلوا عليه. من الاحسن اننا نديروا الكعك يكون متوسط، ماشي كبير وماشي صغير، باش يجينا زوين يعني حتى في التقديم وهذا كيجي الكعك عاطي المنظر. فكيف قلت لكم يعني كيمكن لكم هكا تحربلوها بقطع اللي شويه كبيره باش انكم يعني تسهل عليكم الخدمه، تخرجوا جوج كعكات في مره واحده. كتحسبوا 13 شرطه وكتقطعوا. وتبلعوا هكذا يعني كيجيكم كيف كتشاهدوا عندنا الكعك بنفس الحجم، وفاش كيطيب كيكون ايضا عنده نفس الحجم. فهنا بالنسبه للدهين فانا غنستعمل بيضه كامله مع القليل من زيت المائده. فكنصح هنايا ما تستعملوش فقط صفار البيض لانه كيعطي لواحد اللون اللي هو غامق للكعك ديالنا، وكنخرجوه قبل ما كيطيب فكيبقى معجن لداخل، او الا خليناه يزيد فهو كياخذ واحد اللون اللي هو غامق بزاف وكيجينا الكعك ديالنا ماشي زوين في المنظر. فانا هنايا كنفضل بيضه كامله مع القليل من الزيت، فهي كتعطيها لون ذهبي خفيف ورائع وايضا واحد اللمعه. فكيف شفتوا في الفيديو وفي الصور فهو كيجي الكعك ديالنا يعني يعطي داك لون ذهبي خفيف وايضا لمعه اللي هي خفيفه، كيجي المنظر ديالو رائع والمذاق ولا اروع. هنا كنزوقو بشويه ديال الجنجلان، كنكون شاعله الفران يعني ديال الغاز، كنشعل ليه من التحت وكنحطو من الفوق. شويه فاش كنشوفو بدا يبيض كنولي كنهبطو من التحت باش ياخذ اللون. وهذا هو الكيك ديالنا بكل سهوله بلا ماكينه بلا قوه المقادير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون من اعجابكم، ما تنساوش لايك واشتراك وايضا مشاركه الفيديو مع احبابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم بحول الله، الى اللقاء.